اعمل الطعمية المصري. معايا ربع كيلو فول مدشوش منقعاه من 4 ل6 ساعات بالشكل ده. وكمان معايا عودين شبت ومع عودين كزبرة، حاجة بسيطة كده من كل نوع علشان ما تسودش معايا. وكمان معايا هنا بصلة صغيرة و3 فصوص توم. انا مش عايزة اكتر في الخضرة عشان الطعمية ما تبقاش قلبها غامق. هبدأ هنا اجيب الخضرة واقطعها على الفول، اقطعها صغير كده على الفول، كده كده هيتضربوا في الكبة. بحاول ماخدش فيها عيدان كتير. معايا هنا بقى مكون انا حطاه اضافة من عندي ودي اختياري، معلقة شمر مطحون. دي اختياري، بتدي طعم حلو قوي للطعمية. وكمان ملح والكمون والكزبرة فيهم بالكبة علشان نفرمهم. ولو احتاجنا معلقتين مية هنحط معلقتين، مش هنضيف اكتر عشان الخضار معانا بيجيب مية. من وقت للتاني هقفل الكبة عشان اقلبها جوانب. والشكل اهو بقى يجيب معانا. هنزل بالمعلقتين المية بس عشان تلف وتنعم معايا، اقلب فيها لغاية ما تنعم معايا. وكده جهزت، بقت ناعمة وحلوة والريحة مش عايزة اقول لكم عاملة ازاي. هنزل بقى بالخليط بتاع الطعمية دوت في البولة عشان اقليها. لما عملنا الطعمية نعمل جنبهم بتنجان مخلل وهقطعه بالشكل ده. هنا بقى معايا السمسم ومعايا عجينة الطعمية اللي عملناها، والزيت ما يكونش بارد. وهبدأ اشكل الطعمية واحطها في الزيت. ممكن اعملها كفتة صوابع او اعملها قراص، هوريكم بردك الشكلين المنظر ده. احطها بقى في السمسم واقليها، وممكن كمان نحشيها. هبدأ اشكل تاني كفتة، اعمل قرص، احط على الوش سمسم بيها في الزيت، واشكل تاني قراص زي ما تحبي. عايزة تخليها كلها قراص اعمليها، عايزة تعمليها كلها صوابع كفتة تعمليها جميلة وانضف من بره. شوفوا مفيش ولا واحدة فكت مني، عشان لو زودنا مية هي اللي بتخليها تفك وتحل في قلب الزيت. انا بصوا الشكل بتاعنا اهو طالعه زي الفل. كمان اللي بيغمق الطعمية البيكربوناتو بتغمقها، والخضرة الكتير بتغمقها. اول ربع كيلو عليه بصلاية صغيرة و3 فصوص توم وعودين شبت وعودين كزبرة. هو ده حلو قوي مع التوابل. وانا حطيت شمر، لو مش عاجبكم شمر استغنوا عنه خالص عادي جدا، بس الشمر هنا مدي طعم ونفس حلو قوي للطعمية. جربوه، انا يمكن كذا مرة اعملها بالشمر جميلة جدا. وقلت اطلع اقول لكم على المكون ده. بقى اقلي مطرح الطعمية البتنجان وقرنين فلفل كده عشان نخليهم يبقوا طعمهم حلو قوي مع الفطار. اسيبه يستوي وبعد كده اطلعه على طبق عليه مناديل. هبدأ هنا اخلله، احط توم مفروم وهرس الشطة وعصرة ليمونة وكمان كمون وملح، وهنضيف خل واقلب الخلطة دي وابدأ اخلل بيها البتنجان. ابدأ احط على البتنجان بتاعنا من الخلطة الجميلة دي والتتبيلة الرهيبة دي المنظر ده. كده خلاص جاهز معانا. هبدأ اجهز بطاطس مهروسة بالزبدة والثوم. معايا حباية بطاطس كبيرة هبدأ انزل بيها، وهنا المقادير على حسب ما تحبي. ومعلقة زبدة وكمان معلقة صغيرة توم وهحط ملح وفلفل وكمون وكوباية مية، وهرفعها على النار لغاية ما تستوي معانا. وده منظرها وهي بتستوي، هسيبها لغاية ما تشرب المية بتاعتها. هنا البطاطس جازت معايا وشربت المية بتاعتها. ممكن هنا في الحالة دي انا هرسها، بس انا مش عايزة اهرسها، انا هسيبها زي ما هي كده
ضيف عليهم شبت مفروم والثوم بقى وزبدة وكمان شبت، فالطعم خرافي. طبق جميل ينفع فطار او غدا او عشاء. كده الطبق جاهز معايا، هبدأ خلاص اقدمه. الطبق فول بالزيت الحار. انا معايا علبة فول جاهزة مصفياها من المية، هبدأ انزل بيها في الخلاط ومعاها نص كوباية مية وملح وكمون، وهضرب في الخلاط ضربة حلوة كده لغاية ما ينعم معايا بالشكل ده، وهنزل بيه على طاسة على النار اسخنه بس كده، وكده بيبقى معانا جاهز بالفول في طبق تقديم. وكمان هحط عليه زيت حار، حبة زيت حار حلوين كده، وهنزل عليه بالطحينة وشوية كمون كده حلوين وعصرة ليمونة، احط شطة على الوش. كده خلاص الطبق جاهز معايا. أنا عندي بيض مسلوق بلدي، بدل ما ادحرجه في الزبدة والزبدة تحرق مني، لا انا هبدأ اعمل حركة حلوة قوي وياريت تعملوها. هنا انا سلقت البيض عادي جدا برشة ملح ومع المية، وكمان هقشره وهقطعه بالسكينة او بقطعة البيض، اقطعه كده بالشكل ده حلقات، او ممكن تهرسيه. ده انا هكون مسيحة معلقة سمنة بلدي على النار وهنزل بيها على البيض بالمنظر ده. مش عايزة اقول لكم الطعم عامل ازاي. هنزل بقى بكمون وملح وفلفل اسمر، رشة كده حلوة. وكده خلاص الطبق معانا جاهز، الفطار معايا جاهز. انا خلصت هنا البطاطس المهروسة بالثوم والشبت والزبدة والبيض، وكمان الفول بالزيت الحار والبتنجان المخلل والطعمية اللي عملناها مع بعض، حاجة تحفة. هوريكم شكل الطعمية من جوه، ادي المنظر مستوية ولونها حلو. جربوها، يا رب الوصفة تكون عجبتكم. صحة وهنا على قلوبكم.